أعمالك القديمة شو ردة فعلك؟ لا تعليق. ليه؟ ما يعني ما بشوفش حاجة، يعني عارف، ما يعني هل أول ما اتحجبت كنت ما بعديش من قدام التلفزيون، كنت خايفة جدا، خايفة أضعف، خايفة. مش حابة تتذكري أو لا، خايفة إنه بص أنا عملت حاجة بقى علشان أنا يعني مفترض إنه الواحد لما بيجي يخطو خطوة زي الحجاب دي إن هو يتبرأ من كل ما فات. نعم. أنا للأسف الشديد مش عارفة أعمل كده، مش عارفة أعمل كده. مع أنه قيل إنك نادمة على كل أعمالك، وقلتي إنه لو استطعتي لمنعتي عرض كل هذه الأعمال، صحيح؟ لا أنا ما قلتش كده، أنا قلت في أفلام يمكن فيلمين أو حاجة أنا تجاوزت فيهم، نعم. فالواحد يعني حتى وأنا من غير حجاب كنت بقول كده يعني طيب ليه عندك رغبة بالتبرؤ ومش قادرة؟ يعني هيك بتقوليها بشيء من الأسى، يعني ليش بدك تتبرئي؟ قدمتي أعمال جميلة للسينما وللتلفزيون وممتعة، ويعني ليش؟ هقول لك هو المفترض ان انت ما هو ده بقى الفرق ما بين انك تعرف وانك ما تعرفش. لما ما كنتش عارفة نعم. كانت المسألة بالنسبة لي انه عمل وصفحة وانطوت ودلوقتي حياة تانية وجديدة انما لما تعرف انه ده في مشكلة بينك وبين ربك، نعم. دي بقى بتخليك تبقى لانه انت فين وربك فين، فهي دي بقى المسألة اللي نرجع بتبقى. على مقولة الفن، يعني هل الفن معصية أو الفن لا ذنب لا حتى لا لا. حتى يعمل لك مشكلة بينك وبين ربك؟ بالعكس، مش الفن ولا نعم. التمثيل، مش الفن ولا التمثيل، هو حاجة واحدة بس، ان انت بتعمل ايه، بتمثل ايه، وبتفن في ايه. زي السكينة، اقدر اعمل لك بيها طبق سلطة واقول لك بالهنا والشفا، ممكن اقتل بيها قتيل واعمل كبيرة من الكبائر، وهي الأداة، هي السكينة. طيب أعمالك اللي حابة تتبرئي منها طبق سلطة ولا في منها سكاكين، قتيل؟ في منها خناجر في منها خناجر، بس انا يعني قررت اعمل حاجة عشان ابقى صادقة مع نفسي. نعم. زي ما كنت وزي ما هبقى وزي ما انا طول عمري، القطر اللي ما بيقفش في محطات انت عارف. قررت اني ما اعملش كده. حنان، تحجبتي أم تبتي؟ اتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تكون توبة نصوحة لوجهه الكريم. توبة عن ماذا؟ توبة عن معصيته. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى فرض الحجاب وانا قلت له لا، دي في حد ذاتها معصية، دي اللي انا بتوب عليها، دي اللي انا بتوب عليها، ان انا سمعنا وعصينا، سمعت انه الحجاب فرض وانا مش عايزه اتحجب. جمله صغننه قوي قوي اللي هي بيها اتغير ميزان تفكيري. بس تعرفي حضرتك انه موضوع الحجاب حتى عند بعض الفقهاء في وجهات نظر متعددة بالحجاب، بشكله احيانا، بحدوده. يعني على كل حال ما بدي ناقش ولا بدي افتي انا. لا نتناقش اصل انا عايزه اقول لك على حاجه. نعم. بقالي 7 سنين، يمكن احنا اتكلمنا في ده قبل كده. صحيح، انا بعرف انه كان عندك الاستعداد جدا وبعرف جدا، انه بس كنت عايزه اقتنع. طبعا الكلمه دي مش صح قوي، حته اقتنع دي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سمعنا واطعنا، مفيش حاجه اسمها اقتنع طب استنى طب اشوف، لا. بس انا حنان ما بتعرفش تعمل حاجه الا لما تقتنع بيها، فسالت ودرست، يعني رحت درست علوم شرعيه علشان اعرف الاجابه المظبوطه. طيب قد ايه ساهم؟ يعني انا بعرف انه وفاه الممثل الراحل علاء الله ولي يرحمه. الدين سرعت في هذه الخطوة عندك. بعرف قبل أن وفاة والدك في اليوم التالي لزفافك خلقت عندك كمان أسئلة، وكأنه الموت بيطرح قدامك أسئلة بالحياة. صحيح؟ مظبوط، لأني مؤمنة جدا أن مفيش حد فينا هيعمر، أن كلنا رايحين، بس كل واحد بيحضر شنطته. أنا جاية هنا بيروت علشان أسجل معاك البرنامج دوت، جايبة شنطة صغننة قد كده لأني هقعد ليلة واحدة بس، حاطة فيها اللبس اللي انا هلبسه معاك، وحاطه فيها بيجامتي، حاطه فيها فرشه سناني. لبسك حلو. شغل مين؟ شغل مروه حامد، يعني بنوته جميله جدا، بتعمل ازياء وبتعمل ربطات ومكياج وكده. ازياء شرعيه. تعرفت عليها. ازياء شرعيه. فاذا يعني بعتبري حضرتك انه عم تحضري الشنطه. بحضر الشنطه للاخره. بس ما بتقبلش بقى لا فلوس ولا فرشه سنان ولا فساتين ولا اي حاجه، بتحط فيها بس طاعه، بس طاعه، ما بتقبلش الا طاعات. فلما فتحت شنطتي ما لقيتش فيها حاجه.
هلا ابتدى يصير فيها بعض بتمنى، لانه برضو خلي بالك انه النوايا هنا ممكن توقع الاشياء من قبل ما تدخل الشنطه. يعني انت بتبقى عامل حاجه حلوه جدا وفجاه ممكن ما تبقاش برضو في الشنطه. ممكن ارجع